لو عندكوا عزومة وعاوزين تعملوا أكلة يكون طعمها لذيذ جدا وفي نفس الوقت ما تاخدش وقفة كتير كده في المطبخ ولا مواعين وكركبة كتير، فالوصفة دي ليكوا. او لو عاوزين تعملوا غدا يكون طعمه لذيذ جدا جدا كأنكوا عملتوا مجهود فظيع، بس في نفس الوقت هي تكون وصفة سهلة جدا، فالوصفة دي بتاعتكوا النهاردة. هنعمل مع بعض كفتة لحمة محشية بالجبنة معاها بطاطس. لو عجبتكوا وصفة النهاردة ما تنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب، ويلا على طول نبدأ مع بعض. اول حاجة هنحتاجها هي اللحمة المفرومة، دي لحمة مفرومة يكون فيها نسبة دهون عشان دي اللي هتدي طعم حلو للكفتة بتاعتنا. لو اللحمة بتاعتنا مفيهاش دهون ممكن نستخدم زيت او سمنة في التتبيلة. وهحتاج كمان بصلة واحدة مصفيها من المية حطها في مصفى وفضلت اضغط عليها بالسباتيولا كده لحد ما نزلت كل المية اللي فيها. وهحتاج كمان ربع كوباية بقسماط او ممكن دقيق او ممكن نشا عشان تسحب اي رطوبة لو موجودة في اللحمة. وهنحتاج توابل ملح وفلفل اسود وسبع بهارات وكزبرة وبيكنج باودر. البيكنج باودر مهم جدا عشان يدي هشاشة كده للكفتة. وهنحتاج كمان فص ثوم واحد. وهعجن الكفتة بتاعتي كده في الفود بروسيسور لحد ما تعمل كده عجينة. وبعدين هبدأ هشكلها كور كده وهضغط عليها بصباعي من النص عشان احط فيها الجبنة الموتزاريلا بتاعتي. اي نوع جبنة ينفع بس انا مستخدمة يعني الافضل تكون جبنة موتزاريلا. هحطها كده في النص واضغط عليها كويس عشان اتأكد انها ما تخرجش. وافضل اقفل الكفتة كده قصاد بعض زي ما انتوا شايفين. وبعدين في الاخر هضغط عليها تاني واكورها كده تاني عشان اتأكد ان الكفتة بتاعتي الجبنة جوه الكفتة تمام قوي زي ما انتوا شايفين كده. وهفضل اعمل كده لحد ما اخلص الكمية كلها. وبالنسبة للتوابل بتاعة الكفتة احنا ممكن بدل السبع بهارات نستخدم اي خليط موجود عندنا، توابل لحمة او توابل كفتة موجود عندنا جاهز نستخدم منه معلقة صغيرة. وبعدين كده خلاص خلصت الكمية كلها. نيجي للبطاطس، دول 3 بطاطس انا مقطعهم رفيع. اهم حاجة نقطعهم رفيع عشان هي الكفتة مش هتاخد وقت في السوا، تقريبا هتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع، فما نقطعهاش تخينة عشان البطاطس تلحق تستوي مع الكفتة. وهجيب بصلة هحط عليها نص معلقة صغيرة ملح ورشة بسيطة من الفلفل الاسود، وهفضل اضغط عليهم كده بايدي لحد ما البصل ينزل كل المية اللي فيه، ولحد ما احنا نفضل نعيط ونجيب دموع كده من البصل. وبعدين هقلب البطاطس بتاعتي في البصل عشان تتبل فيها. هسيبها 5 دقايق مش هطول ابدا عشان البطاطس مش في مية فاللون بتاعها ممكن يغمق. واثناء وهي جنبي كده هجيب الخلاط احط فيه طماطمايه واحده بس وعليها توابل نص معلقه صغيره ملح ورشه فلفل اسود ومكعب مرقه وممكن رشه بسيطه من السكر ونص كوبايه صغيره من الميه. ده كده الخليط اللي انا هيتبل البطاطس بتاعتي. هضربه لحد ما يبقى زي العصير كده كويس. وكده التوتال البطاطس هتحتاجه من الملح هو معلقه صغيره. المعلقة الصغيرة بتاعة الملح انا قسمتها على 2، نصها حطيتها على البصل والنص التاني حطيته على الطماطم. وبعدين جبت اي صينية بتدخل الفرن ومسحتها مسحة كويسة من السمنة. وبعدين حطيت فيها البطاطس والبصل ورصيت فيها الكفتة. وبعدين هحط عصير الطماطم بتاعي. عصير الطماطم بتاعي ده هو اللي هيتبل البطاطس لان احنا يعتبر مش متبلين البطاطس قوي، هي متبلة بالبصل بس. وبعدين هدخلها فرن متسخن لدرجة حرارة 200. هتاخد تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع بالكتير قوي. هي اخدت معايا نص ساعة كانت استوت والبطاطس كانت مستوية ودايبة ولذيذة. وده كده كان شكلها بعد تقريبا نص ساعة. كمان علشان الطعم يبقى زيادة قوي ولذيذ قوي كمان طعم البطاطس والكفتة هنولع فحمة كده على النار لحد ما تولع كويس. بعدين هحط ورقة ألمونيوم عليها الفحمة كده وهجيب من الدهون بتاعة البطاطس والكفتة احطها على الفحمة لحد ما تبدأ تطلع بخار كده. وبعدين هغطي الصينية بتاعتي بورقة ألمونيوم علشان الفحم الريحة بتاعته تبقى جوه كده الصينية والكفتة والبطاطس تشرب منها. وهسيبها تقريبا نص ساعة كده لحد ما البخار بتاع الفحم ده يقف تماما. وبعدين هشيلها كده وخلاص هبدأ اقدمها. الحركة دي بتدي طعم لذيذ قوي قوي للكفتة والبطاطس كمان، يعني البطاطس كان طعمها مميز قوي بسبب الفحمة دي. كأنكم عاملين حاجة عظيمة قوي بس هي حاجة سهلة يعني حركة بسيطة قوي. وده كده البطاطس شكلها مستوي جدا ودايب قوي قوي وطعمها لذيذ قوي. اهم حاجة نقطعها كده رفيع. والكفتة كمان من جوه الجبنة سايحة وجميلة ومستوية ولذيذة. يتقدم كده جنبها سلطة طحينة. الكفتة بتحب الطحينة جدا.
ومعاها كمان نقدم باستا، انا بحبها مع الباستا جدا اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. او ممكن ناكلها مع رز بشعريه، رز بسمتي، او حتى نعملها في سندوتشات، بس انا بفضلها جدا بصراحه مع الباستا، بحس الميكس ده كده لايق مع بعض. لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان تساعدوا القناه بتاعتنا تكبر بسرعه، واشوفكم على خير قريب. مع السلامه.